وحوش الأهلي تستعد بقوة لمواجهة سيراميكا كليوباترا. صفقات الأهلي بدأت مبكرا. مرتضى منصور يشكو نادي الزمالك. حلمي طولان مش راضي على قرارات مجلس الإدارة الجديد. أهلا بيكم في وحوش الأهلي. أهلا بيكم. هنبدأ الحلقة النهاردة. الأهلي بيواصل تدريباته استعدادا لسيراميكا كليوباترا. كولر بيشد على اللعيبة، عايزين نصالح الجماهير وعايزين نعلى بمستوى الفريق عشان اللي حصل في البطولتين اللي فاتوا ما يحصلش في الدوري. في حالة استشفاء بقالهم يومين اللعيبة اللي كانت بتلعب ماتش المقاولين واللعيبة اللي كانتش بتلعب بتتدرب وبيستعدوا بقوة لسيراميكا كليوباترا. كولر نبه عليهم قال لهم يا جماعة الماتش ده مش سهل. اديكوا شفتوا سيراميكا غلب بيراميدز 2-0. الدوري مشتعل والاهلي لازم يحصد كل نقاطه عشان يوصل للصدارة. عمر كمال عبد الواحد في الاهلي. عمر كمال عبد الواحد في الاهلي ل 2027. عمر كمال عبد الواحد مضى؟ لا لسه، بس كل شيء اتفق عليه وخلاص الموضوع خلصان مع نادي مودرن فيوتشر، واللاعب ابدى رغبة النادي الاهلي وكل شيء تمام وكل شيء خلصان. مرتضى منصور بيشكو نادي الزمالك. مرتضى منصور عمل محضر رسمي في الاسم علشان فتحوا مكتبه او كسروا مكتبه بدون اذنه. الراجل راح عمل محضر في الاسم وقال لك انا المكتب بتاعي اتكسر وكانت كل متعلقاتي جوه وكل حاجتي جوه. ايه اللي كان في المكتب؟ يعني لما حسين لبيب دخل ليه ياقوت ومرجان وزمرد وكده؟ ده النادي فلسان ومش لاقيين ياكلوا. فانت زعلان على كسر باب ايه وكسر؟ ده مجلس اداره جاي عايز له 5 سنين عشان يعدل اللي انت عوجته. هو ده اللي حصل يا جماعه. والايام اللي جايه هتلاقوا مرتضى منصور بيطعن في انتخابات نادي الزمالك وبيحصل مشاكل. الناس اللي المفروض تقف جنب ناديها هي اللي بتوقعه وهي اللي عامله شغب جوه النادي. الكابتن الكبير حلمي طولان راجل محايد، راجل لسانه ما بيلفظش الا الحق، راجل محترم زملكاوي محترم بمعنى الكلمه. الكابتن حلمي طولان ابدى اعتراضه على قرارات مجلس الاداره ضد الثلاثي احمد فتوح ومحمد صبحي والزناري. قال لك ده ما كانش وقته خالص وكان ممكن يتعاقبوا بس مش في الوقت الحالي، لان الزمالك في الوقت الحالي في ازمه. هو شايف ان الزمالك دلوقتي في ازمه. اسوريو مشي وكان قبليه الكابتن مدحت عبد الهادي قدم استقالته. ف الجهاز فاضي اصلا. جابوا الكابتن معتمد جمال وهيبقى معاه الكابتن عبد الواحد السيد ومش عارف مين تاني. المهم ان الدنيا يعني هو الراجل شايف ان الوقت مش مناسب لكل اللي بيحصل ده. انت كان عندك ناس تقدر تحاسبها في الوقت المناسب. ناس كتير بقى عمالة تقول لك ايه، لا ده هو عايز ياخد اللقطة، ده هو لازم يعمل كده، بيرسخ الراجل قيم ومبادئ. اول ما مسك النادي بيقول لك يعني الدنيا كانت عزبة وكانت هرجلة، احنا هنحط قيم ومبادئ مهما كانت الظروف. في ناس شايفة ان ده مظبوط ناس شايفة ان ده مش وقته. ممكن يحصل بس مع الوقت مش وقته. طبعا يا جماعة محدش بيجتمع على شيء، وناس بتتفق وناس بتعارض، وربنا يوفق الجميع. أسوريو مشي، مدحت عبد الهادي مشي،
اللي هيقود ماتش بيراميدز كابتن معتمد جمال. ماشي. في كلام كتير مؤكد ان العميد هيجي يدرب القلعة البيضاء. هل ده مظبوط؟ الله اعلم. في كلام كتير جدا ان العميد هيجي يدرب الزمالك. هل كلام مؤكد؟ الله اعلم. ادارة نادي الزمالك، ده الكلام ده على لسان احمد حسام ميدو. ادارة نادي الزمالك تواصلت مع الكابتن حازم امام. طبعا كالعاده انتوا عارفين الكابتن حازم امام هو الامر الناهي في المنتخب. تواصلت مع الكابتن حازم امام: يا كابتن، الثلاثي اللي طرد من الزمالك ما يخشش المنتخب. طبعا انتوا عارفين ان فيتوريا بتاع السكريبت حازم امام يكتب له السكريبت والراجل هو ينفذ. زي ما كان ما تاخدش كهرباء، قال لك مفيش، قال لك احنا مش هناخد الثلاثي المتمرد حفاظا على مبادئ وقيم نادي الزمالك. قيم ومبادئ ايه يا عم روي فيتوريا انت ولا بتنجان؟ انت مالك ومال نادي الزمالك ومال نادي الاهلي ومال نادي بيراميدز؟ انت راجل مدرب منتخب، انت تاخد اللعيب اللي يفيدك حتى لو بينه وبين النادي نار. معايا؟ اللعيب ده مولع في النادي والنادي مولع فيه، انت عارف ان اللعيب ده هيفيدك في الملعب، انا اخد اللعيب. انا مالي ومال النادي، انا راجل مدرب منتخب. فعرفتوا يا جماعه الدنيا بتدار ازاي؟ هو ربنا جابها لحد عندكم عشان تعرفوا الكلام اللي كنا بنقوله. ان حازم امام هو اللي داير الدنيا. طلع فتوح والونش بيطلع، طلع زيزو والونش من المعسكر بيطلع، دخل زيزو والونش المعسكر بيدخل. ولما جت على لعيبه الاهلي قال لك لا احنا اتغلبنا من تونس، مش هنعمل كده تاني. احنا مش هنعمل كده تاني ومش هنطلع لعيبه لحد تاني، المنتخب اولا. شفتوا الهري والهيصه اللي فاتت؟ طبعا انتوا فاكرين الكلام ده كله بيعيد نفسه. وعشان تعرفوا المنتخب بيتدار ازاي والدنيا ماشيه ازاي. رخر يا جماعه، احنا عمرنا ما هنيجي يوم لقدام حتى لو وصلنا كاس العالم. مش المهم انك توصل كاس العالم، المهم انك هتروح كاس العالم تعمل ايه. شفتوا المغرب؟ ما شاء الله ناس طلعت للمربع الذهبي. ماشي. شفتوا المغرب هتنظم كاس العالم. شفتوا السعودية هتنظم كاس العالم. شفتوا مصر مش موجودة جنب الناس دي. ليه؟ عشان عندنا فساد، عندنا ناس ما بتشتغلش لمصلحة الدولة، ما بتشتغلش لمصلحة الكرة المصرية. كل واحد بيشتغل لمصلحة نفسه، كلها مصالح وسبوبة ماشية ودايرة. كل واحد يقعد يظبط ويهندم ويظبط السبوبة على مقاسه. لكن في واحد يشتغل عشان منتخب بلده، عشان بلده تصعد، عشان بلده تكسب، انا اكتر واحد عايز منتخب مصر يبقى اعلى منتخب في العالم. بس احنا بنحكي يا جماعة اللي احنا شايفينه مش هنيجي يوم لقدام. ليه؟ عشان احنا عندنا فساد، عندنا اتحاد بتاع محسوبيات، عندنا اتحاد بيتضر بالتليفون، عندنا منتخب تشكيله بيتحط بالتليفون. فهمتوا يا جماعة الدنيا ماشية ازاي وراحة فين؟ فعشان كده احنا مش هننجح. عشان تنجح لازم تشتغل بضمير، لازم ما يبقاش عندك محسوبيات، لازم ما يبقاش عندك ألوان، لازم ما يبقاش عندك خصومة مع حد. انت راجل باصص لشغلك، حتى لو الشخص اللي انت هتتعامل معاه عدو ليك، انت بينك وبينه شغل وبتعمل الشغل لمصلحة منتخب مصر، مصلحة وطنية.
فاهمانين؟ ده ما بيحصلش عندنا، ده ما بيحصلش عندنا. اتفرجوا كده على المغرب، ها، لما بيبقى مثلا بطولة قارية سواء لفريق مغربي او لمنتخب المغرب، بتلاقي الدولة كلها بالاتحاد بالجماهير بكله مسخر لخدمة الفريق اللي رايح يمثل الدولة، سواء فريق سواء منتخب، سواء فريق بيلعب في بطولة قارية سواء منتخب، بتلاقي الدولة كلها مسخرة لهذا الفريق. احنا عندنا هنا ما شاء الله علينا، عندنا فريق مشرف الناس كلها في المحافل الدولية، مشرف الأمة العربية كلها في المحافل الدولية، يجي يلعب كل الحرب تهال عليه من كل اللجنات، من كل ناحية، تلاقي الضرب من الشمال من اليمين من الجوابات من اللعيبة من الأجندة الدولية من لجنة المسابقات من الحكام. بص ما تلحقش ضربة من كل ناحية. فهو ده الكرة ماشية كده في بلدنا يا جماعة. وانا اسف معلش طولت عليكم، بس بعد اذنكم يا جماعة لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. قناتكم يا جماعة دي وحوش الاهلي، برجاء الاشتراك وتفعل زر الجرس على الكل ولايك، عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو وكل الناس تشوفه. لايك يا جماعة. السلام عليكم.